شهدت عدد من مناطق المملكة المغربية خلال هذا الأسبوع موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت أعلى درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية والجنوبية، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية. وتصدرت مدينة تارودانت قائمة المدن الأكثر حرارة، حيث بلغت درجة الحرارة بها 47.3 درجة مئوية يوم الثلاثاء، متوسطة بمدينة زاغورا التي سجل فيها 46.8 درجة، ثم الرشيدية التي اقتربت فيها الحرارة من 46 درجة. كما عرفت مناطق بني ملال، قلعة السراغنة والراشدية درجات حرارة تجاوزت 44 درجة مئوية، في حين شهدت مراكش ووسطات درجات حرارة تراوحت ما بين 41 و 43 درجة. ووفق بلاغ للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن هذه الموجة الحارة تعود إلى صعود كتل هوائية جافة وساخنة قادمة من الجنوب، وهو ما ساهم في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة خاصة في المناطق الواقعة جنوب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية.